ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل بومبار وهقول لكم على اسرار البومبار بتاع الاماكن اللي بره، المحلات اللي بره والمطاعم. هعمل لكم بقى، هقول لكم على السر بتاع البومبار في الخلطة اللي هنعملها مع بعض. سر بقى اللي لما بتيجي تاكلي البومبار من بره بتحسي انت بتاكلي حاجة كده مميزة غير اللي انت بتعمليه في البيت وانت مبقيش عارفة ليه. انا هقول لك ايه السر، وطبعا هتعملي احلى ممبار في الدنيا ان شاء الله، وبعد كده مش هياكلوه من بره تاني. بس ايه، هنعمل التسبيكه اللي هي العاديه خالص اللي هي بتاعه المحشي. نزلت طبعا بحبه زيت كده حلوين زي ما انتم شايفين، ونزلت كده بايه نص معلقه كبيره من الثوم اللي احنا فارمينه مع بعض، ونزلت بمعلقه كده ونص كبار، معلقه ونص كبيره من الفلفل الاحمر البارد او الحار اي حاجه يعني. وزي ما انتم شايفين فضلت اشوح فيها شويه لحد ما اتحولت للون الاصفر زي ما انتم بقى شايفين. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه يا اماراتي حلوين، لايك وشير وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. طبعا تعليقاتكم الحلوه اللي دايما بتسعدني. زي ما انتم بقى شايفين طبعا البومبار ده برده حلو للعزومات قوي. زي ما انتم بقى شايفين كده نزلت بقى بعصير الطماطم اللي احنا مفرزينه مع بعض. زي ما انتم شايفين الصراحه بيسهل عليا قوي، وانا بصراحه مستسهلاه يعني، كل ما بتخلص بروح اجيبها وبشيلها في الفريزر. بحسها بتسهل عليا في الوقت كتير قوي لان انا ابقى مستعجله. باحس هي دي أسرع بكتير أوي لمّا أقعد أغسل وأعصر وأعمل يعني بتاخد من وقتي شوية برضه. زي ما أنتم شايفين طبعًا هانزل ب3 أكياس من الطماطم اللي إحنا مفرزينها مع بعض، طبعًا هي حمرا وجميلة كده عشان البابريكا زي ما باقول لكم، كل مرة باقول لكم وهاقول لكم إن الطماطم حمرا كده عشان البابريكا اللي إحنا حاطينها على الطماطم وإحنا بنصلصها على النار. زي ما أنتم بقى شايفين كده، ونزلت بقى تعالوا نشوف التوابل. معايا بقى معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعايا معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الشطة. وظبطي بقى الملح بتاعك زي ما انت بقى شايفة كده، التوابل بسيطة جدا وما فيهاش أي حاجة. بس المرة دي أنا زودت نص معلقة من السبع بهارات عشان كانت عندي الماجي اللي كانت خلصانة، فالمرة دي حطيت كده ايه بدلها 7 بهارات عشان ايه احسن شويه من الطعم، لان انا متعوده احط ايه الماجي. طبعا الماجي بتبقى فيها برضو 7 بهارات، ممكن تبقى فيها فلفل اسود فيها يعني مظبطينها يعني. زي ما انتي بقى شايفه كده انا سبت كده الصلصه لحد ما اتسبكت، وهي خلاص اهي كده وصلت التسبيكه اللي انا عايزاها. هسيبها بقى متعريه لحد ايه تبرد كده، وتعالوا بقى نشوف البومبار بتاعنا. معايا كده بقى ايه البومبار ده زي ما انتم شايفين، بومبار بلدي طبعا، ما تجيبيش البومبار اللي هو ايه الصيني ده، مش حلو يا جماعه، ده اصلا مش بومبار بلدي اصلا. ده طبعا انا جبت كده رحت عند بتاع البومبار طبعا، هو ايه قلت له عايزه بومبار رفيع جدا، انا بحبه بصراحه رفيع، لو انت بتحبيه تخين او وسط اتي طبعا، بس انا بحب البومبار الرفيع خالص. طبعا اول يعني جبته كده هو طبعا بيوزنهولي، وبعد كده بيكحتهولي، وبعد كده بيقلبهولي بيخلي الدهنه من جوه، وطبعا الدهنه لازم تبقى تكون من جوه. طبعا وانا بغسله بالخل ما ينفعش انقعه في الخل، وهو انا حاطاه في المصفى كده نزلت بحبه خل وبغسله في ساعتها، ما ينفعش تنقعيه في خل، لانك لو نقعتيه في الخل شويه هيتهري منك، وهتلاقيه وانتي بتسلقيه هيتهري منك وهيفرقع منك في قلب الزيت، في قلب قصدي السليق. هتلاقي نص البمبار معاكي ما لقيتوش موجود اصلا. وبعد ما غسلناه غسله كويسه جدا جدا نزلنا منه اي حاجه من الخل عشان طبعا ما يتهريش. كده كده الراجل مكحته وقلبهولي ومدخلي الدهنه من جوه. طبعا ده بيسهل على ده. طبعا قد ايه من البومبار؟ كيلو الا ربع من البومبار. زي ما انت شايفه كده، هو يعني ايه كان ب170، قال لي هوزنك ب100، فقلت له ماشي. طبعا بقطعها على حسب الطول حجم البومباريه اللي انا حباها، قطعها على حسب الحجم اللي انت حباه. ده طبعا برضو بيسهل عليكي وانت بتحشي. زي ما انت شايفه حطوه بقى في المصفى كده، بعد ما قطعته وهعصر عليه ليمونه كده كبيره كده واسيبه طبعا في المصفى وانا بحشي، بحس ايه ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره. انا ضامنه البومبار بتاعي زي الفل كده وقشطه كده وقمر زيك والله. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه يا امارات يا حلوين. زي ما انتوا بقى شايفين كده اهو، نزلت بالليمونه وايه قعدت بقى ايه اعصرها كويس وقلبتها كده واسيبها في المصفى، لو في اي زفره هتنزل بقى اي حاجه وحشه. ده بقى ايه كيلو من الرز او كيلو ربع يعني، انا حطيت بالبركه يعني كده، كان عندي كيسين رز خدت منهم ايه شويه. ومعايا بقى ربطتين من الشبت وربطه من الكزبره مغسولين طبعا وبعد كده متقطعين، سبت كده شويه منهم عشان افردهم تحت البومبار. طبعا ده بقى ايه المكون الخطير اللي بيخلي البومبار رهيب، ربطتين من النعناع متقطفين ومغسولين. المكون التاني برضو اللي بيخلي البومبار رهيب، ربع كيلو من الفلفل الاخضر متقطع اللي هو الفلفل الرومي الاخضر متقطع،
هم دول المكونين يا جماعة اللي بيخلّوا البُمبار زي ما بتجيبيه من برّه. هتقولي لي النعناع كتير، هاقول لِك لأ مش بيبان، يا دوبك بتحسّي بنكهة بسيطة جدًا، جدًا، يعني ممكن أصلًا ما تاخديش بالِك منها، بس بتدّيكِ تطعيمة فظيعة، مش قادرة أقول لِك بتدّيكِ تطعيمة حلوة إزاي هي والفلفل. الفلفل والنعناع دول يعني بيدّوا تطعيمة فظيعة بجد للبُمبار، بجد جرّبيه عن تجربة، بقى لي سنين معتمداه من كتر حلاوته. دي طريقتي بقى المعتمدة اللي أنا مش باغيّرها بصراحة في البُمبار. زي ما أنتِ شايفة طبعًا مسكت كده صُباعين من إيدي، فتحت بيهم واحدة البُمبار والإيد التانية شغّالة في الحشو، زي ما أنتِ شايفة. بُصّي صُباعين كده عاملين زي ما أنتِ شايفة، والصباع اللي هو الكبير ده ماسك. بُصّوا الصباع الكبير ده هو اللي ماسك، زي ما أنتِ شايفة اهو باحشيه سهل جدًا وبسيط. بُصّي صباعه الكبير بيبقى ساند بس يا دوب كده وباحشيه. ده طبعًا البُمبار الرفيّع، طبعًا بتحشيه طبعًا لازم تهوّي البُمبراية، ما ينفعش خالص. طبعًا ممكن تحطّي نعناع برضه ناشف، بس أنا حطيت نعناع أخضر، لإن طبعًا النعناع الناشف أنا مش باحبه بصراحة في الوصفة دي، باحب أحط نعناع أخضر. طبعًا جبت ربطتين من النعناع وقطّفتهم وغسلتهم كويس جدًا، جدًا، وقطّعتهم بالسكينة كده على قد ما أقدر حتت صغيّرة. طبعًا مش قادرة أقول لِك بنتي بتاكلي كده نكهة نعناع بسيطة جدًا، بس لو حطيتِ كمية النعناع دي كلّها في المحشي هتبان أوي، أمّا في البُمبار مش بتبان. طبعًا أنا لقيت الناحية التانية إيه، مش عارفة أوصل للناحية من تحت خالص، فقُمت حشيت جبت البُمبارية الناحية التانية، لإن البُمبارية دي كبيرة شوية، طويلة شوية، فقُمت حشيت من الناحية التانية كمان. وطبعًا أهم حاجة يكون البُمبار أمّا تيجي تحشيه لازم تبططيه، ما تكبسيش البُمبراية عشان ما تفرقعش منِّك في قلب السليق وأنتِ بتسلقيها. يعني تخلّيها زي ما أنتِ شايفة كده مهوية ومتبططة، زي ما أنتِ شايفة تفرديها وتبططيها على قد ما تقدري، بحيث كده إيه، بُصّي شايفة متبططة إزاي، بحيث ما تكونش مليانة أوي وتفرقع معاكِ وأنتِ بتسلقيها. زي ما أنتِ شايفة أنا طبعًا باحشي والليمون في قلب المصفى. بعد ما حشيت كمية البُمبار كلّها كنت حاطة حلة على النار. أهم حاجة العين اللي أنتِ هتسلقي عليها تكون عين صغيرة، ما تكونش العين الكبيرة اللي هي تبوظ لِك البُمبار بتاعِك وتخلّيه يفرقع. لازم تكون عين صغيرة، وتكون المَيّة تكون مغطية البُمبار، يعني تكون نار واطية، وتكون مغطية البُمبار، ما ينفعش نار عالية، وما ينفعش تكون البُمبار عريان من المَيّة. وطبعًا بتمسكي كده الواحدة من هنا وواحدة من هنا الطرفين، هتلاقي أول ما تنزلي في المَيّة المغلية هتلاقي الطرفين دول قفلوا خلاص من المَيّة المغلية، هتلاقي الطرفين المَثانة بتاعتهم قفلت وخلاص. ما تض أنتِ مش الرز مش هيطلع تضمني على كده، وما تقلقيش خالص. طبعًا هو بُصّي ده على نار هادية، أنا سايبة البُمبار براحته على نار هادية. هو حتى لو يعني هتحسي هو ما بيغليش، لإن أنا حاطاه على نار هادية، وهيستوي، لإن هو بيحب النار الهادية، مش هيفرقع معاكِ وفي نفس الوقت هيبقى حلو. طبعًا أنا هاعمل جنب الأكلة دي كده أجنحة. طبعًا أنا عندي ولاد مش بيشجعوني بصراحة على الفِشّة ولا الطحال ولا يعني الكرشة والكلام ده مش بيحبوها بصراحة. أنا باعملها أنا اللي باكلها في الآخر لوحدي، فحبيت إن أنا أعمل حاجة العيال بيحبوها. فنزلت كده بكام جزرية من اللي إحنا مخزناهم مع بعض، ونزلت كده معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملح. ضبّطي بقى الملح بتاعِك، لو عندِك ورق لوري حطي، عندِك بهارات فراخ حطي اللي أنتِ حاباه. وسِبتها كده لحد ما اتسلقت وهاطلّعها بقى وأحمّرها. المفروض كنت أنا أحطها في فيجيتار طبعًا، أقلّبها في فيجيتار بعد كده أقليها، بس إيه للأسف لقيت خلاص المغرب هيأذن، فإيه الوقت سرقني جدًا لدرجة أنا ما لحقتش اللي أنا أحطه في الفيجيتار. بس بصراحة جرّبيها في الفيجيتار أوي هتعجبِك أوي، لمّا تطلّعيها تسلقيها كده وتحطيها في الفيجيتار هتعجبِك أوي. طبعًا هتعرفي إمتى إن البُمبار معاكِ اتسلق، لمّا تمسكي كده الرُزاية تطلّعي أي رُزاية من البُمبراية تلاقيها استوت، اعرفي كده خلاص إن البُمبار بتاعِك استوى. وتقومي بعد كده قالياه في الزيت، وتمسكي بقى الحبّة اللي إحنا شيلناهم على جنب من الخضرة، تقومي فرداهم كده في السرفيس. طبعًا اتحمّر من الناحية دي قلبناه على الناحية التانية. مش قادرة أقول لِك البُمبار كان فظيع إزاي، كنا عايزين تاني من كتر حلاوته. بجد جرّبوه.